السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم بقى بالفراخ بتاعتي البلدي. دي تربيتي انا، التربية طبعا على اصولها. ونقول بسم الله. عايزة اشكر اخواتي وحبايبي اللي دخلوا له جداد في القناة. انا بشكرهم طبعا، القناة بتكبر بيهم والله، بحبهم جدا في الله، ويجعلهم نعمة دايما في حياتي يا رب دايما. ده طبعا انتوا عارفين الفراخ دي بتاعتي بلدي، انا مربياها. طبعا احنا عارفين غلا الفراخ دلوقتي طبعا، فدي بتاكل اكل البيت وخير البيت اللي موجود، فوالله بتبقى جميلة. وطبعا ودي بتبقى حاجة مش عايزة اقول لكم ان دي الفراخ بتبقى بلدي، يعني احنا عارفين يعني ايه. بتبقى احسن طبعا من اللي احنا بنجيبها من بره، وتربيتك انتي غير ما انتي ما بتجيبيها من بره. طبعا انا هنا ما الفراخ بتاعتي انا كده حطيت لها شويه فلفل اسود وكمون ورشه ملح وركنتها على جنب. تمام كده. انا هنا عندي حله ميه، حطها بس شفشق ميه كده. وده معايا نص كيلو فريك. تمام. انا كده نص كيلو الفريك بقى انا منقياه كويس جدا. تمام. لازم بنقي الفريك مثلا لو في اي حاجه انا بشيلها قبل ما انزله في الميه. تمام كده. وسبت الفريك هسيبه بس حاجة بسيطة، اقل من دقيقة. تمام. والفراخ بتاعتي انا بوريها لكم كده. الفريك بتاعي انا طلعته وصفيته. طبعا ما تسواش معايا قوي، انا عايزاه يبقى يستوي حاجة بسيطة. تمام كده. انا مصفياه في المصفى كويس قوي. وطبعا غسلته مرتين تلاتة بعد ما طلعته. طبعا يا حبايبي احنا لازم نغسل الفريك جدا كويس ونصفيه، عشان طبعا لو في اي حاجة ما يضايقناش مثلا في الاكل. طبعا هنا انا جبت بصلايه كبيره وحطيت معلقه سمنه. طبعا البصلايه دي انا هعمل بها ايه؟ البصلايه دي هحمرها، عايزاها زي لون الذهب كده. طبعا هنزل عليها الفريك بتاعي. تمام كده. طب دي بقى الايه، في ناس بتصفي مثلا الفريك بتحيقه هو كده، وبعد ما بيتصفى وبتعمل بيه الفراخ. لا، انا بحب احسن حاجه الطريقه دي، بتدي طعم للفريك. وطبعا البصل احنا عارفين بيدي طعم للاكل. طبعا هي الطريقه دي بتبقى جميله. تمام. انا هنا حطيت نص معلقه ملح. تمام كده. وهحط هنا بقى التوابل بتاعتي، عندك فلفل اسود، عندك كمون، عندك توابل فراخ، اللي عندك التوابل بتاعتك حطيها. تمام كده. لازم الفريك بتاعه اشوحه معايا زي الرز، بحيث لو في ميه الميه بتاعتي تتشرب من قلب الفريك، ما يبقاش معجن معايا. تمام كده. هنا معايا توابل فراخ، وحطيت هنا برضو 7 بهارات. تمام كده. هقلبهم كويس قوي. لازم بحط هنا البهارات في الاخر قبل ما هطفي النار، عشان انا عايزه التوابل بتاعتي بتبقى ليها ريحه في الفريك. هديهم تشويحه كده خفيفه معايا، ولازم برضو اقلب فيهم عشان كل التوابل بتاعتي مع الفريك تاخد طعم كده وهو معايا على النار. كده الفريك بتاعي انا فضيته هنا معايا، والفراخ بتاعته زي ما انا ما قلت لكم حطيت لها هنا فلفل اسود وحطيت لها كمون. طبعا انا مدخله التوابل بتاعتي بتقل في الفراخ معايا من بره ومن جوه. تمام كده. بصوا بقى يا حبايبي، لازم هنا بالمعلقه ونمسك كده الفرخه. تمام. ونفتحها كده. بس احنا هنا هنعمل بقى ايه؟ مش عايزين نضغط على الفريك. تمام. او مش هنملى الفرخه قوي، لان الفريك هينفش معانا لما نيجي الفريك ايه يستوي. تمام كده. احنا بنقفل الفرخة بنفس الشكل ده. تمام كده. بندخل اول رجل. تمام. والرجل التانية من تحتيها كده بالراحة. انا هنا حطيت بالظبط حوالي، الفرخة خدت حوالي 7 معالق معايا. تمام كده. احنا ما بنملاش الفرخة قوي، عشان الناس مثلا ما تملاش الفرخة معاها جامد. ليه بقى؟ لان الفريك زي ما انا ما قلت لكم بينفش. تمام. وما يعجنش معاكي. هنا بفتح الزور. تمام. بتاع الفرخة. بفتح الزور بتاع الفرخة بالشكل ده. تمام. هبتدي بقى احشي معاكم. تمام. احنا برضو هنا زور مش هنملاه قوي. طبعا انا مش عايزه اقول لكم على ريحه الفريك جميله، بسبب الخلطه اللي احنا عملنا لها دي. مش عايزه اقول لكم ريحتها جميله وتحفه بصراحه، لو جربتوها بصراحه جميله جميله، في بالذات في اي حشو. تمام كده. انا خلصت هنا الفرخه بتاعتي، ما مليتش الزور معايا قوي. تمام. وما خليتش الزور معايا مليان، خليته حاجه بسيطه كده، بحيث لما تيجي تسلقي الفراخ الفريك معاكي ما يطلعش معاكي في قلب الشوربه. تمام كده. انا برضو هنا بكمل حشو هنا في قلب الفرخه التانية زي ما احنا ما عملناها كده.
طبعا الفراخ دي حبايبي دي تربية البيت، بتاكل خارف من البيت، يعني طبعا بتبقى حاجة مضمونة، وانتي عارفة بتأكليها ايه طبعا لأولادك. طبعا الفراخ دي عندي كانت لسه صغيرة، لسه برابر. تمام. فالفراخ دي هتديكي شوربة جميلة، وفي نفس الوقت هتبقى ناعمة على الأطفال، وبسم الله ما شاء الله عليها. الحاجة لما تربيها في البيت، طبعا احنا عارفين دلوقتي الغلا اللي احنا فيه، الحاجة لما تربيها وتاكل حسنة البيت احسن ما تشتريها من بره. تمام. احنا كده خلصنا الفرخة بتاعتنا. هنا انا بقفل برضو معاكم هنا بنفس الطريقة. عايزة اقول لكم بصوا شكل الفراخ، حتى شكلها جميل، يعني هي حاجة مضمونة، وانت عارفة بتأكليها ايه لأولادك واهل بيتك. طبعا احنا عارفين اي حاجة بتطلع من البيت الفراخ بتاكلها. يعني بصراحة انا مش هشتري الفراخ من بره، انا بجيبها، دي تربيتي انا. طبعا احنا عارفين التربية دي بتبقى حاجة نظيفة في البيت وحاجة مضمونة، احسن ما بتجيبيها من بره. تمام. انا كده خلصت الفراخ بتاعتي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليها، اللهم صل على النبي. بصوا عاملين ازاي، انا مش حاشياهم قوي بوريكم. تمام. هو شكل الفراخ بصراحة يفتح النفس. تمام. انا هنا عندي الحلة بتاعتي، حطيت فيها مية. تمام. وسبتها تغلي. احط لها الاول بصلايه وطماطمايه، طبعا قطعتهم شرايح. تمام كده. وهنزل بيهم، طبعا دول انا هنزل بيهم قبل الفراخ، لان عايزه اديهم طعم للشوربه، عشان الفراخ بتاعتي مش هتغيب معايا في السوا. تمام كده. انا بنزل الفراخ بتاعتي بالراحه، انزل واحده الاول وبعد كده بالتانية. بسم الله ما شاء الله. انا مش عايزه اقول لكم على شكل الفراخ، والله يفتح النفس. تمام كده. انا سبتهم خلاص هيغلوا بقى معايا، احط لهم التوابل بتاعتي، عشان كده خلاص هم خلصوا معايا. تمام. هنا انا عندي قرفه، وعندي هنا كبابه صيني، وعندي ورقتين لورا. انا مش هحط لهم توابل اكتر من كده، هما مش حابين اصلا يتحط لهم توابل اكتر من كده. تمام. بسيبهم بقى براحتهم. هنا بقى عندنا بقى فضلة خيركم، هنا بقى قلت هعمل بقى جنبيهم كده ابقى استفاد بالشوربه بتاعتهم الدسمه الحلوه اللي هتطلع. هنا كده عندي بقى ايه، هعمل بطاطس، هعمل بقى بسله بالخضار مشكله. تمام. انا هنا كده عندي حطيت بصلايه برضو على النار. تمام. لان بقى هقلي التقليه بقى بتاعه البسله. تمام كده. برضو هشوح هنا البصل بتاعي. البصل ده يا حبايبي وانا بقطعه، بعد ما بقطعه احطه في الطبق، انا برشله رشه ملح. تمام. عشان ما يصننش معايا. هنا كده نزلت معلقه التوم. تمام. برضو وهو بيتشوح. تمام كده على النار. ريحه التوم معايا، التوم بيديني ريحه جميله لاي صلصه انا بعملها لاي اكل. تمام كده. انا نزلت هنا كده بس الطماطم بتاعتي. تمام. انا هسيبها بقى براحتها تتسبك براحتها خالص، هسيبها ماشي. وهبص بقى على الفراخ بتاعتي اشوفها كده معايا، اشوفها عامله ايه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نقلتها بقى على العين الكبيره عشان استفاد بالعين اللي جنبيها. بسم الله ما شاء الله، هي خلاص قربت تستوي. بصوا ما خدتش اي حاجه على النار، وفي نفس الوقت بصوا الشوربه بتاعتها لسه في البدايه، وبسم الله ما شاء الله عليها. بصوا الشوربه بتاعتنا عامله ازاي. فطبعا انا بغرز الفراخ من هنا طبعا عشان بحيث هنا اللي هي تستوي معايا على طول واشوفها. تمام. بقدر ايه الفراخ دي بغرزها كده. تمام معايا كده بشوفها استوت او فيها لسه شويه، فانا هغطيها واركنها على جنب برضو على النار براحتها. تمام. هنا الصلصه بتاعتي كده خلاص. تمام معايا. هي السمك الصلصه ده انا بحبه قوي. تمام كده. طبعا البسله دي بتاعتي انا كنت مخزناها في التلاجة. طبعا اي حاجه انت بتخزناها في التلاجة لازم انت تطلعيها. تمام. تشطفيها وبعد كده تحطيها في التلاجة على طول، بحيث التلج يفك منها. تمام كده. انا باخد من الشوربه بتاعتي بسم الله ما شاء الله عليها. انا بزود هنا كده انا هنا البسله بتاعتي عايزاها تستوي نص سوا كده. تمام. وهنزل عليها بقيه الخضار بتاعي. طبعا انا هنا بشيل الكبابه الصيني عشان ما تضايقش حد في الاكل. طبعا انا هغطي هنا البسله بتاعتي، هركنها شويه. خلاص كده لقيتها خلاص قربت استوت شويه، هنزل بقى عليها بالبطاطس بتاعتي. طبعا هنا بحب البطاطس بتاعتي بتبقى ما تكونش كبيره ولا صغيره، تبقى مكعبات كده، بحيث اللي هي تبقى معاكي في الاكل
تبقى شكلها حلو، وبحيث اللي هي ما تدوبش. احنا عارفين البطاطس بتبقى ناعمه، تبقى لسه صحيحه زي ما هي. تمام كده انا بنزل بالبطاطس بتاعتي كلها. انا بحب اعمل الخضار ده مشكل بصراحه، بيبقى طعمه جميل مع الاكل. انا هنا هحط بقى الملح، واحط واحده ماجي، واحط فلفل اسود وكمون، وهركنهم بقى. هي كده خلاص استوت معايا، بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا الشوربه بتاعتي دسمه ازاي، بتاعت الفراخ، والله اكبر، مديه طعم جامد للاكل يعني، بسم الله ما شاء الله عليها. هي هنا الفراخ خلاص بتاعتي استوت كده، استوت خالص يعني. انا خليتها استوت عشان معنى السوى تبقى ناعمه خالص للاولاد، بحيث ان هم يعرفوا ياكلوها. احنا عارفين الفراخ البلدي في اولاد كتير ما بتعرفش تاكلها. فانا هنا بعمل ايه بقى، بخليها تغيب في السوى شويه يعني، بفضل معنى صح بخليها تستوي جامد. تمام كده انا هنا الفراخ بتاعتي مش مستحمله. تمام بطلعها كده من الشوربه بتاعتي. تمام وهسيبها شويه في الصينيه تهدى، وبعد كده ايه هعملها بقى، هتشوفوها بقى معايا. اعملها بطريقه حلوه ودخلها الفرن. الشوربه بقى بتاعتي دي بعد ما خلاص كده انا استخدمت منها للاكل وهيفيض منها، انا هسيبها بقى لغايه ما تهدى خالص، وبعد كده اصفيها في مصفى، اطلع منها الاعشاب بتاعتي كلها. تمام وبعد كده عينها في الفريزر، احطها في اكياس واحطها في الفريزر. هنا الفراخ بتاعتي كده، انا هنا معايا الصلصه. تمام اللي هي فاضت مني، اللي انا كنت عاملاها من بتاعه البسله، شلت منها. تمام معلقتين كده قلت احتاجهم. ودي طبعا معايا هنا كده سمنه سيحتها، هدهن الفراخ بتاعتي. تمام بيها. طبعا السمنه معايا بتخلي الفراخ معايا بتلمع، وفي نفس الوقت بتخلي الفراخ معايا زي المشويه، وبتخليها معايا طريه. تمام السمنه فايدتها اللي هي بتخلي الفراخ معايا بتديها طعم، وفي نفس الوقت ما بتخليهاش معايا ناشفه، وبتخليها معايا بتلمع كده، الله اكبر عليها. تمام كده انا بدهن الفرخه كلها من بره ومن جوه، باخد كده وبدهن الفراخ. طبعا الصلصه هنا هتخلي لي الفراخ معايا زي المشويه بالظبط، هتديني طعم كانها المشوي. بصراحه الحركه دي لو جربتيها في الفراخ هتبقى جميله. احنا هنا بنحب نغير في نوع في الاكل عشان الاولاد ما يزهقوش. تمام وهي بصراحه حاجه صحيه وحاجه جميله طبعا لاولادك. لو جربتيها والله بصراحة هيعشقوها على طول، وهتجربيها صراحة جميلة. هي طريقة الفراخ احنا بنعملها كده على طول جميلة يعني، العيال صراحة بيحبوا ياكلوها وبتبقى ناعمة. احنا عارفين الفراخ البلدي على قد ايه هي صحية ومفيدة جدا للأولاد. تمام انا هنا بدهن الفراخ بتاعتي كلها كده. تمام لازم ادهنها، والصلصة دي معايا هي متبلة يعني، معايا واخده ملح، واخده فلفل اسود، واخده كمون، واخده كل حاجه. تمام انا بقلب كده الفراخ بتاعتي. لازم برضو الوش التاني برضو هنعمله بنفس الطريقه، هنديها برضو معلقتين كده سمنه. انا بصراحه بحب اكتر سمنه شويه، لان بصراحه عايزه الفرخه بتاعتي تطلع معايا كلها ناعمه، وتطلع معايا كلها طريه. فطبعا هنا السمنه بتديها طعم، وقلنا بتديها ريحه. تمام كده انا بدهن برضو التانية بنفس الطريقة كده. احنا عارفين الحاجة في البيت ما بتخسرش طبعا. الفراخ على قد ما هي غالية اليومين دول، طبعا احنا هنا يعني الاكلة دي مكلفتناش كتير، لان الحاجة عندنا في البيت متوفرة. تمام انا هنا صراحة الفراخ دي بتاكل حسنة البيت، وبصراحة بجيب لها اكل معاها برضو تاني من بره، بس هي كده برضو مش هتبقى مكلفة معاكي زي ما انتي ما بتجيبيها من بره، وفي نفس الوقت هتبقى جميلة وصحية جدا للأولاد وتغيير في الأكل. تمام كده أنا بدهن برضو الفراخ بتاعتي كلها كده بره ومن جوه، خلصتها كده. تمام بسم الله ما شاء الله عليها، بصوا شكلها حلو ازاي. طبعا أنا هنا مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. تمام كده مشغلة برضو من تحت ومن فوق. طبعا يا حبايبي لازم احنا كنا مشغلين الفرن قبليها. تمام هسيبها هنا يجي ربع ساعة. تمام هتاخد طبعا هي شكل من تحت ومن فوق بنفس الشكل ده، بسم الله ما شاء الله عليها. تمام انا كده طفيت معايا البوتاجاز عشان اقدر بس اطلعها. بسم الله ما شاء الله بصوا شكل عامل ازاي، مفيش والله اجمل من كده، وريحة وطعم. تمام وتوفير في نفس الوقت. بصوا حبايبي كده شكل الفراخ معانا، بصوا خدت شكل ازاي وطعم وريحة
يعني انا مش عايزه اقول لكم، طبعا هي سخنه، انا ماسكاها بس كده بالراحه. تمام. انا حبيت اول ما اطلعها من الفرن اوريها لكم على طول. بسم الله ما شاء الله عليها، بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها جميل رائع. يعني بصراحه طعم وريحه، يعني مش عايزه اقول لكم. بصراحه اللي هتعجبوا الوصفه دي صراحه هيقول لي بجد تسلم ايديكي. حاجه خفيفه وحاجه لذيذه. وهنا الرز معايا بقى، عملت حبه رز كده حلوين بشعريه. تمام. وهنا كده الخضار بتاعي كده خلاص استوى. بصوا عامل ازاي. كده الفراخ بتاعتي الله اكبر عليها، بسم الله ما شاء الله. يا رب تكون طريقه الفراخ عجبتكم. انا بحبكم جدا في الله. يا رب اكون بفيدكم على قد ما بقدر. يا رب تكونوا الفيديوهات اللي انا بنزلها وكون بتستفادوا بيها. والله بعمل لكم يعني دايما الحاجات اللي اقدر تستفادوا بيها. بحبكم جدا في الله. لو عجبك بقى الفيديو يا ريت تعملي باللايك والاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحبكم جدا في الله، ويا رب تكونوا في حياتي نعمة يا رب دايما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.